إذا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعنا لكم بخبر جديد من الجرجرات. فين المغرب بدا مشروع كبير لتثنية الطريق وتنظيم الحركة في هذا المعبر اللي ولا نقطة استراتيجية في القارة الإفريقية. اليوم غادي نشوفوا شنو كاين في هذا المشروع، علاش الجرجرات ماشي غير معبر عادي، شكون الخاسر وشكون الرابح من وراء هذا الاستثمار، وشنو ممكن يوقع في الأيام الجاية. ولكن مشاهدينا الكرام، أدعوكم إلى جتع الخطر ديالكم، دعموا القناة ديالنا بالإعجاب، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كذلك شي تعليق كيف ما كان هذا التعليق، لأن الرأي ديالكم كيهمنا بزاف. نبداو على بركة الله. بسم الله. المغرب غادي يطلق مشروع لتوسيع وتثنية الطريق الوطنية رقم 1 في الجرجرات. غادي يشمل تقريبا 3.15 كيلومتر من الطريق بميزانية فيها أكثر من 32 مليون درهم. المدة ديال الأشغال هي 8 أشهر. الهدف هو الأساس هو تنظيم المرور، تهيئة المدارات ومواقف الشاحنات، تحسين انسيابية حركة السلع والبشر. وهادشي كيجي في السياق ديال الضغط الكبير على الجرجرات كممر استراتيجي نحو افريقيا. كواليس هذا القرار: اولا، الجرجرات خصكم تعرفوا انها ماشي غير نقطة حدودية. هذا المعبر هو الوريد النابض للتجارة المغربية نحو إفريقيا. منه كتدوز شاحنات الطماطم والفوسفات والمواد الغذائية والسيارات والكثير من الأشياء. هذا المعبر الاستراتيجي. ثانيا، رد فعل على التهديدات. تذكرتوا شنو وقع في 2020 مع ميليشيات البوليساريو اللي سدوا الطريق. المغرب دار تحرك عسكري حاسم في ديك الساعة، ومن ذاك الوقت بدا الاستثمار الحقيقي في هذه المنطقة. ثالثا، رسالة للجزائر والبوليساريو كذلك. الرباط كتقول ما غاديش نوقفوا، بل غادي نزيدوا الرسخ الوجود المغربي بالصحراء بالإعمار والتنمية. الجزائر كتحاول تقنع إفريقيا بهذا الكيان الوهمي، والمغرب كيعطيهم الواقع، طرق وموانئ ومدارس ومستشفيات واستثمارات والعديد. هادشي الآن هو اللي واقع ماشي غير في الجرجارات، واقع في جميع الأراضي ديال المملكة المغربية في الصحراء المغربية. التأثير ديال هذا القرار: خاصكم تعرفوا أن التأثير ديال هذا القرار على المملكة المغربية غادي يزيد يتحكم في اللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا، وغادي يحسن الصورة ديال المغرب كشريك تنموي إفريقي، وغادي يكون توازن ما بين الأمن والتنمية في المناطق الجنوبية. الجزائر أكيد كتشوف أن كل مشروع في الصحراء كيزيد يعزل الرواية ديالها، والمعركة الدبلوماسية ولا التنموية، وهنا المغرب كيربح. إذن أي حركة كتقوم بها المملكة المغربية ولو تهيئة الطريق كيف ما كتشوفوا، راها عندها أهداف ورؤية ملكية، وأكيد عندها علاقة في قضية الملف ديال الصحراء المغربية. البوليساريو تقوية الجرجرات كتنهي الحلم ديال المنطقة العازلة. منذ بعد الفشل في أنغولا ونيجيريا وكينيا والعديد من الدول، جاتهم هذه الضربة في الميدان كضربة قوية. إذن هذه التهيئة ديال هذا الطريق راه ما تقراوهاش هكا تهيئة الطريق فقط، لا، هذه تهيئة الطريق كذلك هي التهيئة لنهاية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث أن بزاف ديال الدول بدات كتشوف المغرب كبوابة للقارة، ممر آمن ومنظم اقتصاديا ماشي غير سياسيا فقط. إذا الأمن والأمان. إذا هذا المعبر ديال الجرجرات هو معبر رئيسي واستراتيجي ومهم
بين إفريقيا والمملكة المغربية وحتى أوروبا. الأيام القادمة مشاهدينا الكرام ممكن نشوف مشاريع أخرى في القرقارات، منطقة لوجستيكية، محطات وقود، ميناء بري، والعديد من المشاريع المهمة اللي غادي توقع بعد تهيئة هذا الطريق. كيف ما قلنا للمدة ديالو تقريبا 8 أشهر أو ممكن أقل. يمكن يكون في الأيام القادمة تعاون مغربي موريتاني أكبر خصوصا في الطريق والحدود. الجزائر ممكن تزيد تحرك الميليشيات، لكن الآن هادشي ما بقاش كينفع بعد إغلاق الحدود الموريتانية وإعطاء أوامر للجيش الموريتاني أنه يمنع أي ميليشيات من هاد البوليساريو يتحركوا في الحدود كي تم القصف ديالهم. إذا الآن كاين تعاون وتنسيق بين الجيش الموريتاني والجيش المغربي، هادشي اللي عزلهم وخنقهم وما خلاهمش كيتحركوا بالحرية كيف ما كانوا سابقا، اللي كانوا كيستغلوا موريتانيا باش يديروا ما بغاو وباش يقتربوا من الجدار العازل ويقتربوا باش يديروا الفتنة في المملكة المغربية. كانوا كيستغلوا على أنهم كيديروا راسهم على أنهم موريتانيين أو منقبين على الذهب، بل وصلت بهم أنهم كانوا كيستعملوا سيارات تحمل ترقيم مزور موريتاني. دول إفريقية أخرى ممكن تفتح قنصليات جديدة في الداخل والعيون، حيث أن هذا الطريق غادي تكون نقطة استراتيجية لهذه الدول الإفريقية كيف ما قلت لكم مشاهدينا الكرام. ختاما، الطريق اللي كيديرها المغرب اليوم في القرقارات ماشي غير زفت وحجار وانتم كيف ما كتشوفوا. هذا الطريق سياسية واقتصادية واستراتيجية كتقول باللي المغرب ثابت في موقفه وخدام على أرض الواقع، ماشي في المواقع أو في الكلام، خصوصا في الإذاعات الجزائرية. فاش الجزائر كتحاول تضغط بالمؤتمرات والبيانات، المغرب كيجاوب باش بمشاريع واستثمارات وأرقام. وهذا التهيئة ديال هذا الطريق هو خير دليل على هذا الكلام اللي كنقول لكم. السؤال ديالنا لكم الآن مشاهدينا الكرام، واش الطريق للقرقارات غادي تولي كيف الطريق للنهضة في الصحراء؟ وشعال من دولة إفريقية باقية غادي تغير الموقف ديالها؟ وفين وصلت الجزائر في هذا السباق التنموي اللي هي متأخرة عنه كثيرا بضياع الأموال ديال الشعب الجزائري؟ احنا غادي ننتظروا التعاليق ديالكم بخصوص هذا الأمر. تلاقاو في فيديو جديد، إلى اللقاء.